لفقرتنا الرياضية، والنهاردة هنتكلم عن رياضة دايما بيطلقوا عليها رياضة الملوك والأمراء، على الرغم من أنها يعني هي طبعا طول عمرها رياضة الملوك والأمراء والصفوة، لكن كمان هي رياضة يعني بتدي نوع كبير جدا من الصفاء الذهني والرقي في التعامل واللياقة البدنية العالية، رياضة التنس. وتحديدا النهاردة معانا يعني نجوم وأبطال متميزين في رياضة التنس في مصر، الدكتور خالد فاروق المدير الفني للاتحاد المصري للتنس، والكابتن يوسف حسام بطل أفريقيا في التنس، الميدالية الذهبية تحت 18 سنة والمركز الثاني أو الميدالية الفضية في بطولة المكسيك الدولية للتنس، وهو حاليا ترتيبه ال 12 على العالم، وهيشارك ان شاء الله يوم 11 يناير الحالي ان شاء الله في الجراند سلام او استراليا المفتوحه للتنس. برحب دكتور خالد، اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. وكابتن يوسف اهلا وسهلا بيك، اهلا بحضرتك. دايما كده مشرفنا واللي جاي احسن دايما ان شاء الله. هبدا بحضرتك دكتور خالد، يعني ما زالت رياضه التنس هي رياضه الصفوه والملوك والامراء وعليه القوم والكلام ده؟ هي اول ما ابتدت كانت كده، يعني هي ابتدت في البلاط الملكي زي ما بيقولوا، حتى في تعبيرات لسه جايه من الوقت ده. يعني احنا السيرف اللي بنلعبه ده السبب ان سموه سيرف، كان الملك بيلعب وكان بيخلي الخدم يردموا له الكره الاولانيه فبيقول له سيرف ارميها لي يعني. فدي هي كان يعني اصلا في تعبيرات من جوه هي ابتدت كده. ومثلا الاتحاد الانجليزي اسمه لون تنس اسوسيشن، لون اللي هو الجناين انا كنت لاعب هناك على الجراس. بس دلوقتي طبعا بقت لعبه، يعني في امريكا هي لعبه شعبيه، يعني انت بتتكلم على واحد من كل 9 امريكان بيلعب تنس. واحد من كل 9 يعني 22 تقريبا مليون. يعني قصدي يعني تقريبا داخل في 11 12%. بالظبط. طب احنا عندنا ايه بقى؟ احنا عندنا الحمد لله بعد النسبة ايه؟ احنا بقالنا 4-5 سنين بنطبق نظام اداره بطولات زي الدول الثانيه، نفس البروجرامز اللي بتدير البطولات. فبقى عندنا قياس لعدد اللعيبه بدقه وعدد المشتركين في الاتحاد المصري للتنس. بالظبط. واللي هم الاكتف كمان هو بيلعب وبيشترك معانا في البطولات والكلام. أيوة. احنا كنا طول عمرنا بندور في فلك ال1000 لاعب في السنه. السنه دي احنا ابتدينا ونوصل النهارده 5300 لاعب في 4 سنين. كويس، ده ضاعف زياده رهيبه طبعا. بس ده الحد اللي احنا عايزينه ولا الهدف المستهدف؟ لما تيجي تقارن بدول تانية، يعني مثلا انجلترا فيها 400,000، امريكا فيها 22 مليون. الحاجه الثانيه الجميله قوي اللي لاحظتها ان الاتحادات بره، بس ده الارقام بعيده، ده ما فيش وجه مقارنه. 5000 يعني كنا 1000 ولما اتطورنا بقينا 5000. بنتكلم مثلا مقارنه بامريكا 22 مليون. 22 مليون لاعب تنس. فطبعا ده بيأثر على دعم الاتحاد، على نشر اللعبه. لما بتلاقي 22 مليون ده، لو كل واحد منهم بيدفع دولار يبنوا استاديوم كل يوم. الوزارات حتى بره بتحاسب الاتحاد كده، بتحاسبه مش في قطاع البطوله بس. يعني انجلترا السنه دي الدعم بتاع الاتحاد بتاعها قل شويه لانه ما حققش الطفره المرجوه في عدد المشاركين. فانت لازم يبقى الاتحاد، وده بيعتمد ان يبقى كل اتحاد عنده طرق لقياس الكلام ده. احنا كنا زمان ما بنبقاش عارفين بالظبط احنا عندك كام واحد اكتف. طيب لو قارنا يعني لعبه التنس في الدول اللي زينا، يعني سيبك من يعني الدول الكبيره، يعني في المنطقه العربيه مثلا. المنطقه العربيه، بص حضرتك، هو من 78 حتى الان مثلا بطوله افريقيه بتتلعب. مصر حصلت عليها في ال8 ومن 78 حتى الان 4 مرات. منهم مرتين ورا بعض 14 و15، 2014 2015 في العامين السابقين. كويس جدا. فدي معناها ان في طفره كبيره بتحصل دلوقتي في المنطقه بتاعتنا، ان احنا عدد اللاعبين المسجلين عندنا لا يقارن باي دوله عربيه، يمكن يوصل لعددهم كلهم مشتركين يعني 5000 واحد. اصل انا هنا برضو بدي يعني انطباع ورساله، اصل لغه الارقام دي فظيعه يعني احنا الدول العربيه كلها ما فيهاش 5000 لاعب تنس. لا، ومصر فيها 5000 لاعب تنس بالظبط. وبعدين بنتكلم بقى عن التقدم واحنا عايزين نبقى كويسين وبتاع. احنا ما بنلعبش رياضه، انا مش بتكلم عن التنس تحديدا، لكن ما هو ده مؤشر. فمقارنه بامريكا مثلا، حضرتك قلت 22 مليون، انجلترا 400,000. انجلترا 400,000. طيب يعني لا، احنا هنا عايزين بقى ايه كده، نبص شويه للرياضه، وعشان دايما الرياضه دي بتبقى يعني معيار مقياس احنا شغالين ازاي. لكن بالرغم من كده عندنا ابطال وشباب مصري زي يوسف حسام الذهبيه
تحت 18 سنه لافريقيا السنه دي، مش كده؟ يعني طريق البطوله جميل جدا، بس انا عايز قبل ما اتكلم معاك بقى في تنس وبطوله وبتاع، قربنا منك انت شخصيا، يعني انت دراستك ايه؟ يعني بعيدا عن التنس كده، مين يوسف؟ انا في الاول عندي 17 سنه، وبدات تنس وانا عندي 6 سنين، فبلعب تقريبا بقالي 11 سنه. في نادي ايه يا يوسف؟ في نادي الجزيره. هي نادي الجزيره متهيألي معقل التنس برضه. يعني نادي الجزيره من احسن النوادي. بس انا متربي فيه، يعني بلعب فيه من وانا صغير. كويس. طبعا اصعب حاجه ان انت تحاول تميكس بين الرياضه والدراسه. فانا على قد ما اقدر يعني بحاول اوفر وقت. 17 ثانويه عامه السنه الجايه؟ انا ثانويه عامه السنه دي. السنه امريكان. انت امريكان عشان اسهل شويه، يعني ثانويه عامه مع السفر وكده لا بتبقى فظيعه. طب ماشي كويس في الامريكان؟ الحمد لله. هو انت في الامريكان يعني دلوقتي محتاج اخد الاس اي تي بس. ان شاء الله اخش امتحان في شهر 5. بس طبعا الاوقات يعني بتبقى ضيقه جدا، عشان انا هيبقى عندي الفرنش اوبن، دي بطوله عامله زي استراليان اوبن كده. دي هتبقى بعد الاس اي تي على طول باسبوعين، فلازم تبقى بتتمرن وبتاخد دروس وبتمتحن. طب وانت يعني تمريناتك بتمشي ازاي؟ يعني عدد مرات التمرين، عدد الساعات، الكلام ده كله؟ هو يعني اليوم العادي يعني بيبقى التمرين مثلا من 10 الصبح، وبيبقى 3 سيشنز او ساعات 4. عاده بيبقى من 10 مثلا ل 12 او 12 ونص، ساعتين ونص كده الصبح. تريح، تتغدى، تعمل فيزيكلي بقى اللي هو بدني. بدني. بتعمل فيتنس مثلا، تعمل برضو ساعه ونص مثلا زي ما انت عايز. بعد كده بتعمل سيشن تنس تاني بقى. الصبح بيبقى فيها الجري، وبيبقى فيها التعب، بيبقى فيها كل حاجه. بالليل بيبقى فيها بقى البوينتس، بيبقى فيها التاكتكس، بيبقى فيها التركيز يعني. الحاجات اللي هي ايه يعني فيها اللي هي مهارات. بالظبط مهارات كده. طيب ده يوسف اللي هو بيدرس في ثانويه عامه او الامريكان، بيتدرب كذا كذا. يعني انا الدكتور خالد بيقول لي 2014 و2015 سنتين ورا بعض مصر خدت بطوله افريقيا الذهبيه. انت السنه دي 2015 مش كده؟ او يعني السنه اللي عدت والسنه اللي فاتت برضه. يعني انت 2014 و2015 يعني انت اللي عامل بطولتين. طب ما شاء الله. يبقى الطفره دي جت ازاي يا يوسف؟ يعني احنا بقالنا كتير ما خدناش البطوله دي، سنتين ورا بعض خدناها ازاي؟ والله طبعا يعني بعد يعني ناحيه فرديه، ولا انت شايف بمنتهى الامانه مفيش حاجه اسمها فرديه؟ ولا انت شايف ان فعلا السيستم في التنس في مصر وفر لك المناخ ان انت تقدر تحقق البطولتين دول ورا بعض؟ اكيد كان في دعم وكان في كل حاجه، بس هو مش معنى ان التنس لعبه فرديه يبقى انت تقدر تجيب بطوله لوحدك او كده. يعني انت حتى لو انت اللي بتلعب، انت اللي ظاهر قدام الشاشه، في تيم ورك وراك، في مدرب. انا طبعا عايزك تكمل، بس قول لي المباراه اللي احنا شايفينها على الشاشه دي. ده كان في بطوله افريقيا في 2015. طب هاتوها لنا كده كامله كده يا جماعه، عشان يوسف بقى يقولها لنا، يشرح لنا. دي كانت مع مين؟ دي كانت في ربع النهائي مع بتاع جنوب افريقيا. اسمه براندن. وهو يعني من المصنفين التقال على البطوله. هو مواليد 97، هو كان اكبر مني بسنه. هو ده انت ده؟ ده انا وهو كان هناك. هو ايه ده؟ كان في نادي سماش، سماش المطار. كنا بنلعب في السنتر كورت. كان ماتش صعب يعني، بس الحمد لله قدرت اخلصه بسهوله يعني. طيب افريقيا اخبارها ايه؟ يعني انت لما بتدخل كده بطوله زي دي وبتقابل ابطال دول افريقيه مختلفه، ايه البطل او الدوله اللي انت تعمل لها ألف حساب وانت داخل؟ هو في كذا دولة يعني هم اللي بيبقوا كويسين. في جنوب افريقيا. دي جنوب افريقيا طبعا يعني هي اللي واخده اكتر دروع، وهي اللي واخده اكتر مراكز. وفي المغرب، وفي تونس، وفي الجزائر. يعني هم دول يعني دول اللي عليهم العين. طيب ارجع للدكتور خالد. يعني المدير الفني للاتحاد المصري للتنس، يعني المدير الفني للمنتخبات كلها، مش كده؟ معايير الاختيار للولاد دول من النوادي المختلفة، وبعد كده بقى دخولهم في السيستم اللي بيطلع لنا ابطال كده زي يوسف. وحضرتك لمست الاجابه بتاعت السؤال بتاع يوسف. احنا ازاي كسبنا اخر سنتين؟ واحنا بقى لنا من 78 حتى الان خدناهوش غير 4 مرات. مره كانت 86 ومره 95 بينهم فتره. وبعد كده مرتين ورا بعض. يعني نقدر نقول ادينا 20 سنه ما 19 سنه بالظبط. ما كانش بيدخل عندنا الدرع. كويس. اي مشروع في الدنيا لما بتيجي تبتديه انت مش بتبقى ليك مراحل. المرحله الاولانيه اللي نجحتنا ان احنا عملنا طريقه لاختيار المنتخب موضوعيه.
معايير موضوعيه وثابته، المعايير الغايبه في حاجات كتيره قوي، وحركنا بيها الماركت بتاع اللعيبه. يعني لما اللعيب يعرف ان احنا هنختاره بناء على رانك دولي. يعني انا هذكر حاجه يمكن يوسف ما يفتكرهاش. يوسف اول مره في الافريقيه تحت 14 ما اخترناهوش، وكانت مشكله. المشكله ان كان يوسف ساعتها مش ملوش ترتيب محلي مميز ولا دولي، لانه كان بيتمرن. ايوه، يعني بيعد نفسه، بيعد نفسه فما دخلش، فما كانش عارف العلامات. اول ما الاتحاد وضع علامات واضحه فعرف ان انا مش هيختاروني بلعبي بس، لازم يبقى معايا ورق، لازم معايا سي في، لازم يبقى معايا رانك محلي يا رانك دولي معين. مش اي رانك دولي خلاص، ممكن تبقى رانكك 1000 ولا حاجه في سن صغير، ما تبقاش سابق المحلي. فحطينا معيار ثابت في الدولي. يعني مثلا في السنه اللي فاتت في 16 سنه بناخد يا اما تبقى من الاول المحلي، يا اما في الولاد تبقى 600 دولي. في 600 دولي 600 دولي لان ده تحت 18. يعني طب يوسف ال 12 دولي مش كده حاليا؟ طيب يعني ده مركز مميز جدا. طيب ده بيوصل له ازاي؟ يعني التصنيف الدولي بيتم ازاي؟ هي البطولات التنس بتتلعب على مدار 52 اسبوع طول السنه. الرانك ده بيعمل لك احسن 6 نتائج ليك طول السنه في ال 52 اسبوع. البطولات بتتقسم مستويات. يوسف عمل انجاز ما حصلش في مصر من 50 سنه، انه وصل نهائي بطوله فئه اولى، فئه ايه دي من اعلى بطولات الناشئين في العالم، اللي هي بطوله المكسيك. وصل فيها للدور النهائي، كان ترتيبه قبليها 60، بعديها بقى 30. دلوقتي هو في ال 15 الاوائل بعد ما ترتيب يناير 2016 نزل، فبقى هو الناس اللي اكبر منه بسنه طلعت، فبقى هو من ال 12. وهيروح بطوله استراليا مفتوحه مصنف، دي برضو من اول المرات اللي تحصل لنا. يعني هو دلوقتي هيروح يوم 16، يوم 11 هنسافر نلعب بطوله قبليها، وبعدين استراليا مفتوحه. يوم 11 يناير هيروح استراليا. يعني انت دلوقتي وانت رايح استراليا يا يوسف، تصنيفك ايه او ترتيبك ايه دوليا؟ بيبقى ليه ترتيب تاني غير ال 12 ولا هو ده؟ لا، انت كده بتروح بالترتيب الدولي بتاعك. بالترتيب الدولي. طيب اللعب هناك بيبقى شكله ايه وانت مستهدف ايه؟ يعني عايز توصل لايه من لعبك في بطولة استراليا المفتوحة؟ والله يعني بطولة استراليا طبعا بطولة يعني كبيرة جدا، كبيرة جداً طبعا جدا. يعني بيبقى فيها اول 10 على العالم كلهم موجودين، يعني اللي هو مصنفين ورا بعض. انا نفسي يعني طموحي ان انا في البطوله دي اعمل يعني ربع النهائي او نص النهائي، وكده كده يبقى في 4 بطولات من دي في السنه. فانا نفسي يعني على مدار السنه اعمل مثلا اخد واحده او اعمل فاينل في واحده، بس طبعا دي مش حاجه سهله. يعني انت بتلاعب احسن ناس في العالم، احسن 10 في العالم، كله بيبقى موجود، ما شاء الله، كله بيبقى يعني مفيش حد عايز يخسر هناك. خصوصا ان انت بتلعبها مع الكبار. دي هتتنقل على تلفزيون يا يوسف ولا؟ اكيد طبعا. على ايه؟ على قناه ايه هتبقى؟ هو الجونيورز اللي هم الصغيرين اللي هو تحت 18 ممكن الماتشات تبدا تيجي مثلا على اليورو سبورت والحاجات دي من اول مثلا نص النهائي والنهائي والحاجات دي. يعني انا نفسي احنا كمان خصوصا ماتشات يوسف التلفزيون المصري ينقلها، لان ده حاجه جميله للولاد. يعني تحت 18 سنه عنده 17 سنه لما يشوفوه بيلعب في بطوله استراليا، يا رب كمان هو بيقول الربع نهائي، الثمن نهائي او الربع نهائي، يعني مين عارف يمكن ربنا يكرمنا فيه وربنا يكرمه ويعمل حاجه حلوه. يعني ان شاء الله نقدر ان احنا على الاقل في القناه الثانيه ولا حاجه البطولات. يعني ما اعرفش ازاي هم بقى يعرفوا الناحيه القانونيه ان احنا ننقل ماتشاتك على الاقل في التلفزيون المصري ان شاء الله. ان شاء الله. طب ده يحسن تصنيفك؟ اكيد. يعني هي دي اكبر بطولات، هي جراند سلام 4 في السنه. دي تكسبها بتاخد نقط. يعني انا مثلا دلوقتي ترتيبي 12 او 17، ممكن تاخدها بطوله على طول، تخش تلاقي نفسك مثلا 2 3 الثاني او الثالث. عشان هي ما بتحصلش ان في واحد بياخد اكتر من بطوله من دول في السنه، يعني عشان بتبقى صعبه جدا. الاتحاد المصري للتنس يا دكتور خالد، يعني خطته ايه ومحضر الدنيا شكلها؟ طبعا خلاص احنا بنتكلم في ايام قليله ويوسف هيسافر، لكن يعني ايه اللي عملته له من خطه واعداد علشان ان شاء الله كمان يقدر يعمل حاجه في بطوله استراليا المفتوحه؟ هو طبعا اعداد اي بطل مش بس في الرياضه، يعني الموضوع مش بيبقى سنه. يعني في مقوله كده انها 10000 ساعه عمل على مدى 10 سنين. مفيش واحد فجاه بيتولد بطل بكره يبقى بطل. فدي بتبقى بتمر في مرحله كذا اتحاد. الاتحاد بيبقى مدته 4 سنين، فالمفروض ان الاتحادات دي تسلم بعض الشغل. ما يبقاش بنحاول دلوقتي بقى بيحصل برغم الخلافات اللي موجوده او حتى في انتخابات وكده، بس دايما بيحاولوا يسلموا بعض المشاريع.
بنحاول ان احنا نغير الفكره بتاع الفراعنه، اللي هو اول ما الملك بيمشي بيكسر الصور والتماثيل بتاعت اللي قبليه. لان ما فيش 4 سنين مش هتلحق تعمل فيهم اي حاجه. ما تلحقش تعمل فيهم بطل، انت عايز 10 سنين. 10 سنين. والمشروع بيتقاس طول الوقت، يعني بيبقى لك علامات. تصديقا لكلام حضرتك، يعني يوسف بيقول لي هو بدأ 6-7 سنين او 6 سنين، النهارده هو عنده 16 سنه خد بطوله افريقيا، يعني هي بالظبط 10 سنين بالظبط. يعني حتى الدراسات اللي قالت كده، قالت لك ما فيش حاجه اسمها ولا بيتهوفن ولا موتسرت ولا الحاجات دي، فيش مواهب طلعت كده صغيره. الناس دي ابتدت قبلها ب 10 سنين، يعني لو هو ظهر عنده 15 يبقى هو ابتدى وعنده 5 سنين بالظبط. طيب دخل معسكرات او وفرتوا له منافسات شويه كده مع يوسف؟ كان قضى شهر في امريكا بيلعب 4 بطولات كبيره بعد المكسيك دي، لان هو الاتحاد الدولي بيبقى مظبط سيركت كده، بطولات، مجموعه بطولات مرتبطه ببعضيها جغرافيا، زي بطولتين المكسيك وبطولتين امريكا، وبعد كده احنا رايحين بطوله في استراليا، وبعدين بطوله استراليا المفتوحه. فهو طول الوقت بيبقى عنده بيكس، قمم كده للبطولات، وبعد كده بيعمل تمارين في النص وراحه طبعا وبعد كده طيب يوسف، يعني انت دلوقتي في تحت 18 سنه، الكبار بيبقى التقييم فيها وان انت برضو تحافظ على المركز او التصنيف الدولي ده في الكبار، ده بيتم ازاي؟ هي في جونيورز ده اللي هو تحت 18، وفي ATP ده اللي هو الكبار بقى. ده اللي هو انت بتلاعب ما فيش سن، يعني في كل ما فوق 18 ده بيبقى ليه بطولات لوحدها، زي في ما في جونيورز في بطولات ATP بقى، في من اول 10000 15000 طبعا، بس البطولات دي بتبقى بالفلوس، يعني هي البطوله بتتقاس بالفلوس. لما بتعلى بقى مثلا توصل لحد 125000 دولار 125000 دولار بس. ده مجموع الجوائز، مش اللي انت بتاخده. مجموع الجوائز. بعد كده بقى في ATP 250 ATP 500 ATP 1000 دي اسمها ماسترز. بعد كده جراند سلامز الكبار، يعني فزي ما في جونيورز في بطولات ATP. يعني احنا بنتكلم ان الكلام ده بالنسبه لك هيبقى بعد سنه كده. طيب التقييم بتاعك في الجونيورز لما تخش الكبار ملوش علاقه خالص، اي علاقه. بتبتدي من الاول، بترجع هو الجونيورز بس يعني ممكن يديك سبونسرز، ممكن يجيب لك سبونسرز، ممكن يجيب لك حد يدعمك دعايه كده، مش اكتر. طب وانت شايف ان عندنا في مصر الفكر ده موجود، ان يبقى بطل رياضي ترتيبه عالمي، خصوصا في يعني الشباب، يعني يلاقي سبونسرز ويلاقي ناس بتدعمه ماديا، او مؤسسه او رجل اعمال او كلام من ده عندنا في مصر؟ موجود اكيد، بس مش سهل. وانا ما اظنش ان في واحد ممكن، يعني محتاج حاجه كبيره عشان تدعمك، عشان انت المصاريف تقعد تسافر طول السنه، بطولات طول السنه، مصاريف جامده جدا، يعني صعب واحد يتحملها لوحده، خصوصا ان انت في الاول بتبقى لسه، يعني في الكبار لاعب الكبار غير مختلف شويه عن الصغيرين، ففي الاول لازم تبدا بتخسر شويه، لازم تاخد خبره في الاول. لا هي عايزه مؤسسات، عايزه دوله. ايوه بالظبط، عايزه دوله. يعني نموذج هايل الحقيقه، ربنا يحفظه ان شاء الله، يعني يعمل لنا نتائج هايله على قد تعبه وعلى قد المجهود الاتحاد المصري للتنس معاه، والدكتور خالد فاروق المدير الفني للاتحاد المصري للتنس لكل المنتخبات. انا بشكرك دكتور خالد الحقيقه، جهد ممتاز وحاجه مشرفه، ويعني احنا منتظرين منكم المزيد، طالما قدرتوا تنجحوا فان شاء الله الطريق قدامكم باذن الله يكون افضل. كمان كابتن يوسف حسام بطل افريقيا في التنس ذهبيه تحت 18 سنه 14 و15 2014 و15، والفضيه في بطوله المكسيك، وال12 على العالم. ان شاء الله اللي جاي افضل يا يوسف، وتحياتنا ليك دايما كده في احسن حال ان شاء الله. خلصت حلقتنا، وان شاء الله بكره اسره جديده، ودايما بنصبح عليك من على شاشه القناه الثانيه في التلفزيون المصري. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب